والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم في درسنا السابع من السيرة النبوية نتكلم حول فترة حساسة، هو فترة بدء الوحي كما نسميه، قبل الوحي والوحي. سنتكلم عن هذا بإذن الله تعالى إن شاء الله. جماعة هجاء أميرو درس أخويا حفتادا بحثا فترة كي يعني مش مرحلة كي قناخة كيش حياة بيخمبر كو دسبيكة حياة ويا نورمال أبا محمدية يديد قدا دبا محمد النبي حياة ويا نورمال كو حتى أنا شخص كي بو نورمال بود نوا إنسان هذا حياته خدوام تكر إجا دسبيكة كو خدا عز وجل ويهل بجيرة أو دبته هدي بوي قاصد من تدين مش ملتي ربيجي أو مرحلة هاني دسبيتك. طبعا الكتب هكذا يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بلغ عمره حوالي 40 سنة حبب الله عليه عز وجل إليه الخلوة كما نسويه، فكان يخرج من مكة ويذهب إلى الجبال، وخصوصا غار حراء جبل قريب من مكة، يذهب إلى هناك يبقى عدة أيام ويرجع، كل مرة يذهب عدة أيام، لا نقول شهر شهرين ثلاثة ولا ساعة ساعتين، يعني مرحلة بعض الأيام عدة أيام. فهو نقول حبب إليه، جعل الله عز وجل من فطرته أن يحب هذا، يترك الجو الذي فيها الكفر والشرك وما يخالف الإيمان، فكان يحب أن يختلي بنفسه. فهناك حكم بعض العلماء يقول الله عز وجل أراد أن يصفي نفسه أكثر فأكثر حتى يكون مستعدا لقبول الوحي على قلبه، لأنه سيكون مخاطبا دائما مع الوحي، يأتي إليه الوحي. فمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والقرآن كان يأتي إليه كل فترة وفترة، فلذلك حبب الله عز وجل إليه أن يختلف بنفسه ويخرج من بين المشركين لتصفية الروح والنفس أكثر حتى يكون مستعدا لقبول الوحي. البشر مثلا أحيانا تذهب إلى العملية، دكتور يقول، الطبيب يقول تحتاج إلى هذا الزمن وبعد ذلك سنعمل لك العملية، مثلا بطنك شبعان أنت لا تذهب إلى العملية، يقول لازم تكون جوعان وهكذا بعدين نعمل لك العملية. أو حينما تعمل التحاليل خصوصا للسكر يقول لازم تكون جوعان كم ساعة، فحتى يكون مستعد لأن يأتي إليه الوحي من الله عز وجل. فربما من أحد الحكم هذا حبب الله إليه أن يبقى بنفسه ويفكر ويعبد الله على ما كان يعلم من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف كان يعبد لا ندري، ولكن كان هناك بقايا من دين إبراهيم. پیغمبر ما عمره يهاد در دور چلی تقریبا چل، خدا عز وجل تشتکی پیدا شیرین کرن، پیغمبر حست کر بسر خو بمینه هیدی بسر خو تدي أنا هنكي طريقات الشيخ صوفيان كان روجيك جيك داد كابن عبادت كن إجا أبيا نبوينيتاني خدا پیغمبر بلاك فطرته پاک بو خدای مازن دلی ویدا چه شیرین کربو که بسر خو بمینه اجنابا ملت درکبه هر جيكي داش خا اي ذكر دكا عبادت دكا دفكره چه دكا، ولكن وقا كن نفسيا بدلی خو برحي خو ببا آماده جبونك وحي جراورن. لو رأى پیغمبر دسپیکا و پیغمبری خو حتی که وفات که هدی وحی جراد هات تشتکی بشعب نایدیتن جبرائیل جراد هات اجا خدا دهار رحی پاکت کر صافید کر جبونک اب وحی و الهامک خدا عالمت چینه جبی پیغمبر هانه راوره اجا دچو لکیلکا مکه چیا هنه و مغاره کی جرام کردید بجن مغاره شکفت یعنی غار یعنی جراد مغاره حراء يقب تلك واكنوه دشوش خات بشبال ود ما شبكي دو سه اسبوع كده رود ما ودهات شو دهات يعني خيزان اويكو حضرت خديجه اوجي قال لك اليكاريا پیغمبر تكر دما پیغمبر چو خارنه دای که زان بود يعني جار ناجي خدمتکار خورات گو جارن تماشا کن صحتای باشه نه باشه اما نزیکی نبن ازعاجای نکن نزیک نبن دودوری و تماشا کن سلامته كل سلامته واجبين ورن يعني دست يخندنا ويعاجز لكن في شكل يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشوف. طبعا بعض الناس يفهم من هذا الخلوة بأنه على الإنسان أن يترك الناس ويذهب
ويبقى برأسه لسنوات، هذا خطأ لا يقبل. الرسول حبب الله إليه هذا، وهو كان فترة مؤقتة ولم يكن لديه شريعة ماذا يعمل، فأراد الله عز وجل أن يبقى هكذا، وبعد ذلك أمره بأن يبلغ الدين. ولكن إذا جعلنا الاختلاء أو ترك الناس شيئا دائما أنا سأبقى برأسي ولا أختلط بالناس والرسول كان هكذا، فهذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفع، هذا خطأ. عليك أن تبقى مع الناس وتسمع وتعطيهم، أحيانا تبقى لرأسك ساعة ساعتين يوم يومين تفكر، ولكن لا دائما أنا سأبقى هكذا. الذي يحب أن يبقى بمفرده لزمن طويل فهو مريض، وأعلم هذا خلاص، وعنده مرض نفسي يحتاج إلى المعالجة، لا يوجد له حل آخر، فهو مريض نفسيا يحتاج إلى المعالجة. وإلا لماذا لا تحب أن تجلس مع الناس وتسمع منهم؟ لماذا نحن الآن جالسون هنا؟ لماذا كل صلاة نأتي؟ وأحيانا لنا صديق ربما كل يوم نرى بعضنا ونشرب مع البعض الشاي والقهوة ونتكلم ونمشي. إذن الإنسان مخلوق يحب أن يعيش مع غيره، ولكن الذي يقول العزلة سأبقى برأسي فهو مريض يحتاج إلى المعالجة. تشتكي دي هناك إنسان ما دخوازن أو كنت بلكي أن بفرن أو بنخدي كرامات بلكي جمارة وحي ولا يعني أو ها نفس وان جمارة بيجه شد كن وان إنسانا جملات دور بسري خد قبل مالكي دبين أمناك بنابا ملتي خيرة بس ما بتمناك نابا ملتي لدين ما پیغمبر جي بسري خد ما پیغمبر بسري خد ما نه پیغمبريك پیغمبر چند رود ما وقت سالانه ما او پیغمبر شریعت جارت نات بوداوی شریعت هات پیغمبر بسری خو نما، اما تو ربی برجی از دائمی بسری خو بمینم بلکی از بفرم ببم خدی کرامت ببم شیخه کی اویا تشتکی راست نینه، اویا علامت نساخیه، اوی کابرای نساخه نفسیت او نساخ بیه ناخواز ملت بدنه پروبلمی وی هنه، اما انسان کی نورمال قدش ملت ناره و دچه و تیگه دارید که دودستینه. پیغمبر پشت مسئله وحیه وكيدي بلكي رمضان ده احتكاف تكره هو مرحلة كهندك، أما أزي بصلاة بسرق بمينم هناك إنسان ما أنا بصلاة ناكف نبا ملت خيرة ولا المالك تبي تخينم لميشكم دعاءاتكم إيه ملت خرابية أو ظندكم بلكي وحي جوارا ورا وحي جوارا ناي ملائكتك ورا وجا إسرائيل ورا الحيوان مستنا وكيدي وحي جوارا ناي. طبعا هناك أمر آخر قبل بدء الوحي، العلماء يقول الرؤية الصادقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا قبل أن يأتيه الوحي فيطلع الرؤيا 100% صحيح، ولكن العلماء لا يقولوا ماذا كان يرى، ولكن أحيانا كان ربما يخبر زوجته أو صديقه رأيت شيئا بهذا فيحدث 100%. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النبوي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. عندك النبوة اقسمها إلى 46 قسم، واحد منهم هو الرؤيا الصادقة. الرؤيا كذلك أخذ معلومة من الغيب من الله عز وجل، فالوحي كاملا ولكن رؤيا صادقة جزء منه. فبداية الوحي كان يأتيه الرؤيا ويحصل كما كان يرى، وبعد ذلك أتى الوحي. تشتكي دي هي قالوا جماعته خوا راست خو أم كرديد بجن خون يعني خو دا تشتكي ديني پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم بريك جرى وحي ورا دبي خو ديت لخوا ويجي صادي صد درت كتها صادي صد. طبعا اجا چه خوديت ام يا باش نزانه، ولكن مثلا جنا خورا ياج برادر خورا تشتكي بقوتا خصوصا مالباتاوي دبي خوا كبدي تا خواوي درت كت صادي صد او خو هاجي ابياج علامات نزيكبون و پاکبون رح وی پیغمبر هانه و حدیث که خودش پیغمبر وها فرماند که دبي پیغمبر خوا راست دمك كي خون خرابجي هنا كي خون هنا نفسية إنسان عاجزة هنا كانت برسيد كافي خو هنا كان زكية ورمية وابية تخوي خراب الدين أبانا لا، ولكن هنا خو هنا برشكي جتشلو شش برشة پیغمبری يعني پیغمبری چلو شش برشله توی واحد پیغمبری بك چلو شش بش یک جوان خوا راسته ایدیجی وحيه و ام بيشن معلومات خدات شينه.
پیغمبر فياج جديد صلى الله عليه وسلم. طيب بدء الوحي. في مرة من المرات الرسول في غار حراء يأتيه ملك، كيف رآه؟ الظاهر ليس رؤية طبيعية، الظاهر ليس شخص مثلنا عنده شوارب وهكذا لحية، ولكن أتى إلى الرسول وقال له اقرأ، فيقول الرسول ما أنا بقارئ، أنا ما أقدر أقرأ. اقرأ مرة، كل ما يقول اقرأ فيضمه ويشده ويتركه، وفي الأخير يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، 5 آيات من سورة العلق يأمره بأن يقرأ هذه الآيات، والرسول يقول ما أنا بقارئ. فبعض الناس يقول هل كان هناك ورقة حتى يقول الرسول أنا ما أعرف؟ لو قال الرسول أي شيء أقرأ إذن الرسول كان يعلم يقرأ، ولكن حينما يقول ما أنا بقارئ يعني أي شيء أنا ما أعرف أقرأ، لا عربي ولا إنجليزي ولا أي حرف. يعني إذا ترى رجلا وتقول يا أخي يمكن تسوق، يقول أخي لا أعرف ولا شيء، ولكن إذا لو قال لك أي شيء تريد إذن لديه خبرة، ربما يمكن يسوق الطيارة أو القطار أو تاكسي أو سيارة كبيرة، يعني شيء من الماء يمكن أن يسوق. ولكن إذا قال يا أخي أنا لا أفهم شيئا من السيارات، خلاص لا أفهم شيء. فالرسول قال أنا لست قارئا، خلاص يعني لا إنجليزي ولا عربي ولا حرف ولا كتاب ولا جملة أبدا، لست بقارئ. فهذا حتى يغلق الباب جميعا، لا أعرف أقرأ. لو كان لديه النوع ما من القراءة، لأن الرسول كان أميا، لقال يا أخي ماذا تريد أن أقرأ؟ لقال اقرأ هذا الورقة، لا هذا إنجليزي أنا ما أعرف مسألة، ولكن لم يقل هذا. دەستپێکە وحی چەوابوو پێغەمبەر جارێکی تی ساڵوی مەغارە هانێدا شکەفتە هانێدا شخص مەلایکەتێکی تێ چ شەکلی تێ ئەم باش نزانن، ولكن شەکلێکی نەنۆرمالە، یعنی وەکە شخصێکی وەکەمە ڕی و سمبێلێوی و هەڵاڵە نینە، یعنی تێ دەبێ پێغەمبەر تکە بەردلێ زفت کە دژدینەوەها دەبێ بخۆینە دەبێ نزانم. سێ جارە پێغەمبەر تکە بەردلێ خود دژدینە، پێغەمبەر دەبێ نەفەسە مچوو هەناسەتنە داویە بەردە دەبێ بخۆینە پێغەمبەر دەبێ نزانم بخۆینم. خواندنا منینە، پێغەمبەر ئومی بوو، یعنی خواندناوی تنە بوو، دژدینە دەبێ نزانم بخۆینم. طبعا إذا احترازك دبي پیغمبر چما گوتی؟ اوی چما گوتی بخوینه ما قی ورقه کی هبو چه بخوینه؟ یا طبعا حکمت جوانشی اگر کو پیغمبر پشکی زانبونه خواندنای پشکی هبونه اج بگوتا کا چه بخوین بو من بیجاز بخوینم اف گوتا فرمو بی ورقه ان ولاز بیا انگلیزی از نظام مثال ایجا پیغمبر بلا قد تشتکی نظام بو بخواندن نه خواندنای نی بو دگو بخوینه دگو نظام بخوینم چه بخوین من نظام خواندنا منینه. یعنی وقت شخصی که جرا بیجی کات زانی باجوی آجوتن زانه چنه اگر توزه کی زانه بیجه کی اچ سیاره باجم وره مرسدس باجم از مرسدس فهمناکم از نزانم تویوتا زانم باجم یا جه طیاره زانم باجم اما پیغمبر قطش تک نظام بو وقت گو وره باجد به شوفری هم نینه ان زانم کره کی باجم ان زانم طیاره باجم پیغمبر جو گوتش تکیم تنه 5 حب آیت عول هاتن اوان آیات اجی خدا بجا بخوینه بناوی رب خو او رب تاو که انسان درست کریه قطعه کی آف علاق پشکی خوینه که جوی شکریه بخوینه رب تا ربکی کریم و مرده بخوینه او رب که بقلم فیر کریه انسان تشتی کنه زانجی جو قرآن فیر بیه. طبعا الآية الأولى بدأ بكلمة اقرأ ولكن نحن أصبحنا أمة لا يقرأ، هذا عيبنا فعلينا أن نكثر من القراءة. أول وحي أول كلمة حتى لا نقول أول جملة، أول كلمة أتى على الرسول فهو كلمة اقرأ فعل أمر، لا يقول يمكن تقرأ، لا اقرأ خلاص، أي اقرأوا وتعلموا حكمة الله وصنعه ومعجزاته في خلقه وما يأمركم به، تعلموا ما يأمركم الله عز وجل به. هذا أولا أتى هذا الوحي والرسول بدأ يرتجف وهرب إلى المنزل مباشرة، خلاص شيء غريب أول مرة يحدث له. پیغمبر صلى الله عليه وسلم آيات عول مگو آيات خواندن لی مسلمان ایدی ناخواندانه ما شاء الله خواندن منینه، يعني مسلمان ما ناخواندن لی اسلام دین خواندنه، دین معرفه، دین زانینه، دین کو امسر و حکمت و معجزه خدا فهم بکن ده انسان دا ده کونه دا فرمان خدا چنه، حکمت خدا چنه، سری چنه، اما مخابن انبونه امتکا كيفن خو بس ما وزانه چنه انبونه امتکا واید یا تلیاقل تشتادخن او جعیبکا مازنه حال بکی یکمین کلمه خداش پیغمبر شانده گوت یا بخواینه خواندن جمع نمایه
طيب اسمعوا الآن. أتى الرسول إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، وأتى إليه والرسول يرتجف، شيء غريب رآه، أتى إليه حتى يقول زملوني زملوني، أو بعده خفت على نفسي، شيء لم يره في السابق. فقال خديجة له ماذا حصل؟ خفت على نفسي، أي من الجن ومن الشياطين، هذا أولا. طبعا ربما يقول القائل لماذا يقول الرسول أنا خفت؟ أليس الرسول؟ هناك خوف طبيعي، خوف يأتي من الإنسان لأنه إنسان، ليس علاقة له بالنبوة. يعني كما الرسول يمرض، كما ينام، كما يضحك، كما يبكي، هناك خوف طبيعي. وسيدنا موسى عليه السلام حينما ألقى عصاه فبدأ ولا مدبرا ولم يعقب، لم ينظر، رأى بأنه حي طبيعي. إبراهيم عليه السلام حينما رأى بأن الضيوف لا يأكلوا خاف، وبعد فلما ذهب عنه الروع هو الخوف، أولا خاف، ما هذا الضيوف ما يقدروا يأكلوا. سيدنا موسى عليه السلام رمى عصاه فأصبح حية تسعى، سيدنا موسى قال يا الله وهرب، قال لا تخف. فهناك أمور طبيعية. الرسول رأى شيء غريب فحصل له خوف، وهذا شيء طبيعي. لذلك أتى إلى زوجته قال حصل لي شيء أول مرة أراه. فهي قالت كلمات غريبة للرسول، اسمعوا هذا بعد قليل. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترسياله هناك مسلمان مدمه ما چما پیغمبر ترسیا دبی اوی وان کتابی که گوتنه پیغمبر ترسیا دلوه. هناك ترسا پیغمبر ترسا انسانیه نورمال بو، انسان نورمال امنا ترسن جارنا، ترسا که نورمال هي. پیغمبر وحی جراناتیه، خدا جرا نگوت وزش ترى ملائکته کی بشم، هجا ملائکت ناتیه جارا عول یکی هاتو بقرقای گرد و یکی بقواتو نکاره تشکی بکه و استرسیام اف چی بو هات سری من؟ اویا تشتکی نورماله، هاتیه سر پیغمبر، هاتیه سر پیغمبر دیجی. حضرت موسی دما کلچه تورو سینا چو وی آگره کی دید، خدا جرا گو از رب تمت بو پیغمبر من یا رب معجزام چه گو جاوی دار خبابه دار عصا دار خواوه داری بو معرکی گوره. حضرت موسی روی لو ولا مدبرا ولم يعقب، تماشد بوخش ذكر خف روی. يعني نورمال انسان معرکی دید، ترسك انسانيه نورماله. حضرت ابراهیم میوانی هاتن تدی ملائکت چون هر مال قوم لوط خراکن تماشا کر خوارنه نکارم بخون. آها والله گفت ترسا افچنه انسانو دستوان درجه خوارنه نابب نه نورماله ترسیا اوانه تشته نورمالن. پیغمبر دما کجار عول دید والله افچیه تشکی وهم ندیدت حیات خدا چه بلا بو لو ما جار عول تشتكي نورماله لي وكيدي بو طبيعي اجا. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته خفت على نفسي، اسمعوا ماذا هي تقول. ونرجو الله عز وجل أن يرزق أزواجنا هذا الفهم وأن يكونوا عونا لأزواجهن في هذا الأمر. أحيانا الرجل يقول شيء فالمرأة تقول والله كنت مجنون ولا لم يكن عندك عقل وأنت من زمان نفس الرجل غبي وغبي هكذا، لم يذكر أو هي لا تذكر شيئا من محاسنه. ربما الرجل في الأول محترم مؤدب، ولكن حينما يحصل له شيء فهي تقول أنت من أول مجنون يعني. ولكن انظروا ماذا تقول هي. فهي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم كلا، أي كلمة رد وزجر، لا تخاف على نفسك، والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا. الله عز وجل الخزي هو أن يكون الإنسان محجوبا، أن يأتي إليه الشيطان ويخجل ويكون عبرة لغيره. الله لا يخزيك عز وجل. طيب لماذا؟ إنك لتصل الرحمة. صلة الرحم كما تعلم شيء مهم جدا. الرسول كان يحترم أسرته وأقاربه، يمد إليهم يد العون، هذا خصلة. وتحمل الكل، كلمة الكل أن تنفق على الضعيف واليتيم، تعينهم، هذا أمر ثاني. وتكسب المعدوم. المعدوم رجل لا يوجد عنده إما المال أو لا يوجد عنده خبرة ومعلومات، أنت تعطيه المعلومات تنصحه هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، اعمل هذا تربح، لا تعمل هذا تخسر. هذا هو يعني رجل نصوح.
يعطي غيره ما لديه من مكارم الأخلاق، وتقري الضيف. هناك رجل يأتي فيبقى الرجل، أحيانا نحن نذهب إلى بلد لا نعرف أحدا، يأتي رجل يقول تعال أنت ضيفي اذهب إلى بيتي، اقرأوا الضيف، هذا هو تقري الضيف، تأخذ الناس إلى بيتك لأنهم ضيوف لا يعرفون أحد لا يعرفون أحدا، فأنت تأخذهم إلى بيتك. هذا كذلك مقام كبير جدا، الذي يستضيف الناس وهو لا يعلمهم، فقط ضيف لله عز وجل. هذا كذلك. وتعينه على نوائب الحق، يحصل مشاكل للناس فأنت تعينهم، حصل زلزلة، حصل حريق، حصل فيضانات، فأنت تتبرع. رجل لديه من مكارم الأخلاق مثل هؤلاء، مثل هذه الأخلاق، فالله عز وجل لا يرسل إليه جنا ولا شيطانا. اعلموا هذا. أحيانا الرجل يصلي ويصوم يقول سحروا لي، الناس عملوا لي هكذا. لا تخف، ما دمت تصلي فأنت تحت حماية الله عز وجل، فما دمت محترما صاحب خلق لا تخف. فهي تقول هكذا للرسول: أنت رجل محترم بجميع الضيف والأقارب والمحتاج، كيف يسلط الله عليك جنا؟ لا تخف. أين النساء من سيدة خديجة رضي الله عنها؟ قالوا جماعته حضرتي پیغمبرات مالا خو ترسيا قو ترسم خديجة تشتكى سليمان. حضرتي خديجة جرات بيجا نا خدا تشتكي ناي نسريته. تماشاكن جناب عاقل چوايه، جناب عاقل چخا تشتي جوان پیغمبر ده تبت بیراوی ده مایه. ایسا مثلا ظلامك تشتكي که جناب جرات بي والله ما تجروج عول ده عيني بعاقل بويت احمق بويت هر بلا ومصيبت بويت. اما خديجة جرات بيجا چخا تشتي جوان ده بيجا، تشتي چخا جوان ده بيجا دبي ت انسان کی جبون اقربای خزور باشی. ابي تشتكي مازن اقربای خو صلاه رحم اقربای تجار خرابنجي نباشن آلیکاریت ناکن. صلای رحم نباجك اقربایت محترم و تجي محترم، خراب تقربنا باش بن نباش بن قرات هر بوان باش بيان. ابي يك اد دويا دبيجه انسان فقير يتيم محتاج تاليكاريا وانت كي باري وان سفكت كي بود دو تنصيحت الملتت كي يعني جيرانه تخوازه تشتكي تشكلت زاني غلطه تجارات بيجه جيران والله بيا غلطه وهناك تزرار بكي مالته خرابه دخوازه مثلا گندی کی عرض خود خوازه هم بجن گنم بابجه گنم مزانن چنه دبی جیران عرض تا گنم نابه نوکا بابجه دیجی که دخوازه شقه کی چه که جیران برا شقه کی چه نک اب عرضانه نباشه بو شقه خراد به مثال نصیحت ده ملته دبی تج میوان زور حست کی میوان تملت دبی مال خو میوانیه ایرو مثلا میوان این که اجمتن چعبه مدرته واد چه بلا مصیبت و میوانات مال مهرده پیغمبر نوهب و میوان عموما اوی کت ناس ناکی اما بی عادتك ما انسانا ام بجن میوان من اقربای من سرچوال انسان بیانی برانین مال میوانی چیه؟ میوانی یعنی یکی خریب یکی ناس ناکی دره دامایه یا هاتی بی باجار نزانه راست لوکیه نزانه چپ لوکیه تشتک نزانه پریوی جنینه تی بی مال خود احترام هایی بگری اود بره دو اینکی گندادا بلکی آنا جهبن هنک هبود گو مالا میوانایه ملت چه مالاوی یعنی کیش هبراد بجن چوی گنده کی مالا آد به مل راسته ہے مالا اول یا مالا دو یا مالا مل چپه او مالا میوانای ها کی چه مالاوان یعنی اف میوانیش تشتکی گلک مازنه او دبه دماغ احتیاجی چدبهش آلیکاری ملتت کی بلا مصیبت زلزله فیضان تشتک چدبه تنابجی بومه چه مشکلام نت آلیکاری وانت کی یعنی شخص کی کو اوقاس محترم به عاقل به انسان کی خیرخواز به خدا نایل جن و شیطان هرم بلا و مصیبت کی بین سریوی اویاش بیروانک اویاش تشتکی زور مهمه که جن با عاقل بن آلیکاری ظلام خوب کن تشته و ساکنو دا ظلام ده قوت دگرن اودکارن پیش دهرن. امر آخر احيانا الناس يتزوجون رجل والمرأة ولكن في الغالب الرجل هو في الامام والمرأة خلفه تعينه. احيانا في بداية الامر المرأة تمدح الزوج وهكذا اذا عنده مال هكذا منصب، وحينما ينتهي أصبح فقيرا أصبح ضعيفا فقد المنصب فقد الجاه فقد كل شيء. فالمرأة في الغالب تكون مرأة أخرى ولكن هناك نساء بألف امرأة يعني مع الزوج مثل سيدة خديجة. فسيدة خديجة النبوة شيء عظيم تفتخر كل مرأة أن تكون زوجها نبيا. ولا تنسوا ربما في المستقبل نقرأ
امرأة أبا لهب كانت تكره الرسول لأن خديجة ربما كان في عمرها زوج خديجة أصبحت نبي وزوجها أبو لهب، لا تتحمل الغيرة والحسد. لذلك ولكن نرى سيدة خديجة إلى أن انتقلت إلى رحمة الله كانت نعمة العون للرسول صلى الله عليه وسلم دائما. لم تقل الرسول لم أرى منك خير يا أخي منذ كم سنة ونحن نتحمل الأذية والناس يهينوننا، لأنها كانت صاحبة مقام في القريش، فهي تحملت مع الرسول كل شيء، سنوات الحصار والمرض والأذية والإهانة، ولم تقل يوما من الأيام ولا كلمة للرسول كلمة يؤذيه، دائما كانت تمدحه وتعينه وتدافع عنه. نعمة المرأة هي تشتكي دي قالوا جماعة تشبير ولكن جن يعني ظلام وجن ام بيجن ظلام تدي دائما لبيش الظلام جنجي بشت قرياويتك علي كارياويتك جار هيا ظلام دسبه كده بيا سروكه كي بيا مازنه كي بريو چبونه جناوي كيفت كد خمرينه مثلا سروك وزير له سروك دولته ام بيجن سروك جمهوريته بشتي زحمته هي ما نافيجي بر جنا سروكه يعني وی وقتی جن تحملت کلی دماغ سروکاتیت که اوشقات ماله اوید بدخن حبسه دزیکی کریه تشتکی کریه ماله خراد کن اف جن هانه مباشرتا چه محکمت به طلاق تخوازم زو افی ظلام هانه ناس ناکم افیا نت ظلامه کی باشه یا جرات بجه ما حیات خدا خیرش تا ندیتیه تفکی تشتی خوش بیر واد که تشتی بخیر. اما حضرت خدیجه رضی الله عنها تماشا کن پیغمبرتی مقام کی مازنه و تقریبا اویش تخمین ذکر کو پیغمبر به پیغمبر یعنی دی وها یقینی او چه ببو دما کو جرا بحثا بی وحیانه جهاد کرن تحمل ذکر اما داوی چات سر پیغمبر حتی خدیجه وفات کرد ظلم نحقی اهانه لیدان حتی اون زمان 3 ساله پیغمبر مکه در خستن 3 ساله برسیما فقیرا گیایت خوارن عامل حصار 3 ساله حصار دان سروان حتی وی وقت حتی خدیجه وفات کرد قد روکی کلمه که گرانش پیغمبر نگو هر دم د پاراست جنب اصل وانم کردی د بجن جنب خودی اصل بن جنب کو ایمان وان و عقل وان گوربه دروج خوش و دروج فقیری ده دگل ظلام خونه ظلام خورنا بجم اما هرو فقیری هرو پرنینه اما خیرو کی گرم خوشی ندینن حیرم دمکی چند ساله ما اهمال کرد وان تشتا گرن ور نه نگوتن جنا مازن حضرت خدیجه او قصه جنا کمازن تشتی چا ظلام خوراد گو یعنی ابدا روکی تشکی خراب نگو هر دم پیغمبر د پاراست له خدی درد کرد او گوت انسان کی مازنی اویاج تشتکی گره جند عقل خودش بیر و نکن علی کاریا ظلام خوب کن روی خوش نه روی نخوش نه روی زنگینی روی فقیری نه لاف درسک مهمه خدا عز وجل صحت و عافیت بدمته و جنب عقل بکن سیب ما و امج ببن ظلام بعقل يعني ها ام جنب ما بعقل بعقل بن اوجنا مشبر امج خدي عقل بن جنب ما بعقل بن ان شاء الله. نكتفي الى هذا القدر ونرجو الله عز وجل ان يرزقكم ازواج صالحات كبيرة العقل والقلب يقفن معكم دائما في الحق ويعينكم في الحق إن شاء الله، وإذا أتاكم مصيبة يخففن عنكم المصائب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.